أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وشخصية مؤثرة مع مروة صالح. شخصية النهاردة فنان كان وراء أشهر الأعمال اللي أثرت في السينما والمسرح المصري، بس اسمه مش واخد حقه زي باقي النجوم. عبقري بمعنى الكلمة، اشتغل ممثل ومخرج ومؤلف وساب بصمته اللي مش ممكن تتنسي. النهاردة هنتكلم عن الفنان سيد بدير. حكاية سيد بدير بدأت في كفر الشيخ في 11 يناير 1915 في بيت بسيط. حصل على البكالوريا ودخل كلية الطب البيطري، لكن ترك الطب بسبب حبه للمسرح والسينما. في الوقت ده الفن كان بالنسبة له حلم كبير، لكنه بدأ في الإذاعة المصرية ككاتب نصوص، ومن هناك كانت أول خطوة ليه في مشوار الفن. كانت أول مسرحياته مع فرقة رمسيس وكان اسمها الاستعباد، وكان في المسرحية بيقدم دور الممثل والمخرج. وصلت أعماله المسرحية ل400 مسرحية. بدأت شهرته كممثل في السينما بعد دور عبد الموجود كبير الرحمية إبلي، ومن أشهر مسرحياته الزوج العاشر. وفي السينما كتب أشهر الأفلام زي شباب امرأة وريا وسكينة وأنا حرة والوسادة الخالية والأسطى حسن. وفي الإذاعة كتب أكتر من 300 مسلسل، وتعين مخرج بالإذاعة سنة 1945، وبعدها مدير عام للتمثيليات الإذاعية، وأصبح كبير المخرجين. قدم السيد بدير برنامج إذاعي اسمه ما يعجبنيش. البرنامج كان نقدي وكان سبب في طرده من الإذاعة، لأن البرنامج ما عجبش الملك فاروق، واللي كان بيتكلم فيه عن حاكم ظالم. السيد بدير يقدم ما يعجبني. ورجع سيد بدير للإذاعة بعد ثورة 23 يوليو. السيد بدير كان بيمثل ويخرج ويألف في الإذاعة، كل ده ب150 جنيه. حصل الفنان سيد بدير على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر سنة 57، وجايزة الدولة التقديرية مرتين سنة 61 وسنة 88، ودي كانت بعد وفاته بعامين. أطلق على السيد بدير أبو الشهيدين، وده لأن ابنه سعيد من زوجته الأولى استشهد، وكان عالم في مجال الفضاء والأقمار الصناعية وتعرض للاغتيال. أما ابنه الثاني من الفنانة شريفة فاضل واستشهد في حرب أكتوبر المجيد. السيد بدير مش مجرد فنان عادي، ده كان مدرسة متكاملة في التمثيل والإخراج والتأليف. قدر يرسم البسمة والدمعة على وجوهنا. استنوني في حلقة جديدة من برنامج شخصية مؤثرة مع مروة صالح.